أحسن الله عزاكم في المنتخب، واللي يفكر أنه راح يسعده أنت تحلم. إحنا عاطفيين بزيادة صراحة. لن يتقدم خطوة المنتخب زي ما قلت لكم من العام الماضي في ظل وجود المسحل ورفاقه، لن يتقدم خطوة. لا من خنبقته وتخبطه وقراراته رجعوا رينارد. ترى بس عاطفيين، لأن رينارد فزنا على الأرجنتين بالصدفة، فشعب عاطفي وقرارات عاطفية رجعوا رينارد. والله العظيم أقسم بمن أحل القسم لو تعاد المباراة 100 مرة ما نفوز على الأرجنتين. فزت صدفة القحت وعشنا الدور أننا أبطال من بعد فوزنا على الأرجنتين، طبعا من بعد ومن قبل من جرف الدحديرة. فشفتوا شلون احنا بقراراتنا المصيرية عاطفيين بزيادة؟ ولا رينارد تشيله وترجع ترجعه، هذا دليل انك تتخبط ولا تدري ايش قاعد تسوي، لا انت ولا الفريق اللي معك. قرارات تخبط ما ادري كيف يفكرون. يعني ترجع مدرب مقيله، اصلا عيب ادبا ابجديات، عيب انك ترجع مدرب اقلته. انت وش شعورك وانت تقعد تقول رينارد لو سمحت ممكن ترجع تدرب منتخبي من جديد؟ بأي وجه تتكلم مع مدرب أنت مسوي مخالصة معه ولاهفا ملايين وترجع تكلمه ثاني مرة؟ بالمنطق يا جماعة الخير. أنا أجزم إنه قاعد يضحك يطقطق يقول هذولا ما عندهم أحد، الحين ما وثقوا فيني ويرجعوني من جديد. كيف تجي يا جماعة الخير؟ دليل إنه تخبطات في مهب الريح المنتخب، والقادم أسوأ. وقلتها من العام الماضي من أيام مانشيني، لن يتقدم خطوة في ظل تواجد مانشيني وفي ظل تواجد المسحل ورفاقه. مانشيني مشى جزء من الحل، لكن الحل يكمن في الاتحاد السعودي كاملا. مع السلامة. ما بالبلد إلا هالولد، ما بالبلد إلا المسحل. المشكلة له 5 سنوات، النتيجة 0، النتيجة تراجع المركز المنتخب من أسوأ لأسوأ، ومع ذلك مستمر. الله يذكر أيام أحمد عيد صراحة للأمانة مشرف المنتخب على أيام أحمد عيد، على الأقل سجل أرقام، تقدم بالمراكز وقالوه. يجي هذا اللي رافع بالمنتخب الرفع ومشوه سمعة المنتخب ومن أسوأ لأسوأ، ونتائج تخيب الأمال وتفشل، ومع ذلك مستمر. جاوبوني كيف يفكرون ذولا؟ شيء مو طبيعي اللي قاعد يصير للمنتخب.